المنتخب المصري الشقيق والمنتخب البلجيكي مسابقة كأس العالم في قطر بعد أيام بحث عن الأسلوب والطريقة. هذا بالنسبة للمنتخب المصري الشقيق في ساد جابر أحمد الدولي. المنتخب البلجيكي واللي عرفنا من هم في أرضية سلمان. في المحاولة كراسكو بيحاول يبعد كرة عرضية بتمر بالساد البلجيكي ناحية اليسار. هازارد بالمحاولة ممكن يشوت خطرة والمتابعة موجودة، خطرة لصالح المنتخب البلجيكي. شوف المحاولة في المتابعة لصالح إذا كانت مؤثرة وتحتاج حكم المباراة علي محمود حكم الدولي الكويتي القرار. كرة ما فيها شيء، كرة ما توجد متابعة لصالح المنتخب البلجيكي. ما زالت خطرة، الله كرة مع محمد صلاح تلعب طويلة عرضية لصالح المنتخب المصري. خطرة، الله أمامية داخل منطقة الجزاء. برافو طارق. وتريزيجيه تسديده ممتازة، لكن كورتوا تشعر انها اطول من عام 1920. دي بروين بيسيطر عليها، يتقدم، لاعب مميز، يجيد الصناعة من صلاح الفنان. يحبون حسام الهداف. كرة ملعوبة تتخلص، يا سلام. اللي جاب الجول من بلنتي، والحمد لله ان مصر سجلت في المونديال اللي فات. بيعيدها ليه طارق في منتصف الملعب لن يا سلام يا سلام. لا ملكش حق، ملكش حق يا كاس العالم. شوف كورتوا، طبعا كورتوا ما شاء الله قلنا اطول من المرمى. كورتوا اذا ارتفع اطول من الجول. كرة ملعوبة لكراسكو، كراسكو بيلعبها عرضية أمام المرمى. برافو حجازي بيخلص. المنتخب البلجيكي في مكان خطير، يحاول يمر، الكرة بترجع مرة ثانية. دي بروين تسديدة بتروح. هو حاول يمر كراسكو لكن أكرم توفيق قال له رايح فين؟ كرة بتتسدد ب 69 هدف. صلاح يقترب من رقم الأسطورة حسام حسن. كل هذه أسماء كبيرة جدا مرت على مدنا 100 مليون كوتش. كراسكو بيحاول يمر، كراسكو بيلعبها عرضيه لكن الكره بتدخل. هازارد بيحاول يمر، رجعت الكره لدي بروين عرضيه داخل منطقه الجزاء. اكرم لقاء منتخب قطر والاكوادور. كره لدي بروين، يا سلام يا سلام دي بروين. كره رجعت مشيها امام المرمى. اللي مش هيلعبوا كاس العالم هم. الله عليك يا مصطفى يا مصر، شوف الولاد الجمال ده. الله، هذا المصري، هذا المصري. اهو مصري اهو. يا سلام يا مصطفى، ايه اللي عملته يا مصطفى. يا مصر روح يا ابني. كرة امامية لا زالت قائمة. تريزيجيه بيلعبها، مصطفى بيلعبها لدي بروين. دي بروين امامية تتخلص داخل منطقة الجزاء. الكرة الى خارج. هذا النجم يفيك هذا الاسم، عالية عرضية، شناوي يخرج. كرة يا سالت الكرة لحارس المرمى. شوف والشناوي اهو. يا سلام يا دي بروين. شوف المهارة المصرية يا احد افضل صانعي الكرات في العالم. هازارد والمنتخب المصري ما بيهزرش. لكن اكرم توفيق وحتى الدوري المصري بدأ يسترجع الكثير من عافيته في التعليق الرياضي العربي. من ينسى ثعلب الكرة المصرية وتعليق مصر. هذه مصر. كرة ملعوبة أمامية بتتخلص من علي قبر تكتيكيا بالضغط العالي، ومن ثم الكرة الآن ملعوبة لصلاح. صلاح لتريزيجيه. تريزيجيه حطها. الله عليه، الله يا تريزيجيه، الله على هدف ثاني. طرب ايه. افرحي يا ام الدنيا، افرحي ربي كاتب لك الفرح. افرحي. شفتوا المصريين ولا من حظكم مش موجوده في كاس العالم. الله عليك يا استداه، ايه الفينيشنج ده. المصريين دول انتم منين بتلعبوا؟ جدا. صلاح
يا سلام، مرة ثالثة، كرة قوية بيسيطر عليها. كثير يحنون على مصر، هل تسترجع أو تستعجل العودة إلى مصر؟ قدم على بلجيكا 2-0، كرة ملعوبة أوبيندا بيلعبها لمارتينيز أمامية، جيبها معاك الكرة المصريين يقولون للمغاربة بإمكانكم والنني كأنهم مولودين مع بعض في يوم واحد في شهر واحد، وصلاح اللاعب رقم 1 بيحاول، ولكن حتى أمور كثيرة جدا يحاول من خلالها أوبيندا بيمر، لا وجود لهازارد، يعيدها كرة على الجهة اليسرى للمنتخب البلجيكي إلى خارج الملعب. 590 مليون دينار كويتي، والتي تتسع ل60,000 متفرج. واعتقد أن الحصر بالأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون والمحلة الكبرى والصغرى، وهذه كرة ملعوبة هو بيقول كفاية بقى يا أكرم، كفاية بقى يا أكرم أعتقد عقد اليوم. محمد صلاح أمامية، كرة ولكن كورتوا لم كرة بتعود للمنتخب البلجيكي، هذه بتتسدد دي بروين. ان المصريين ينتظرون لقطة للارتداد. كرة المنتخب البلجيكي أمامية، أوبيندا بتتخلى. اللاعب المصري الحقيقة يعني كم مصر بكل ما فيها، زمالك وأهلي وإسماعيلي ومقاولون، يحاول. يا سلام يا حجازي، وصلت لمارتينيز عرضية، يا سلام يا سلام. مصر تصدح بصوت الكلثوم. كرة ملعوبة لأحمد حمدي، محمد حمدي يعتقد. كرة ملعوبة أمامية قبر. يا سلام يا سلام، دورك يا صلاح، يلا يا ابو الصلح، صلاح بيلعبها. بعض ما يوفر للدوريات العربية سيصبح دوري عالمي. كرة عالية وعرضية، خروج في مسألة الأمن، كلها أمور مهمة جدا. كرة ملعوبة، هذه تسديدة إلى خارج الملعب. تيليمانس بأوطاني، كرة ملعوبة على الجهة اليسرى، عالية عرضية، خروج حجازي ممتاز. بين المصريين الحاليين تحتاج إلى دلالات، ولكن أتكلم كراسكو هدف للمنتخب البلجيكي. أول وصول، شوف هذه الكرة والعرضية، أول عرض محروم من لعب الكرات العرضية بسبب أكرم توفيق. ناوي بده يعلن عن تقليص الفارق المنتخب البلجيكي في آخر. طارق يا أولاد انتبهوا، لا كراسكو، يا سلام يا وحش. شوفوا الشناوي، انسوا الكرة، تابع الشناوي، شوف الشناوي راح فين، تابع الشناوي. ترجع الكرة مرة ثانية، طارق حامد ضغط عالي ممتاز. فاول سنية، يلعب مباراة الدولية رقم 11 مع منتخب بلجيكا. لاعب لفك بإذن الله، المنتصرين هم المصريين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رق تحيات محدثكم محمد